انا مش هقدر ادفن ابني على مرتين. يا نهار ابيض، احنا بقينا في اخر الزمان. مدرس بيقتل تلميذه عشان خاطر الفلوس. ده صورة مرتكب الواقع. ده مدرس الثانوي اللي قتل ايهاب عبد العزيز. الصورة دي مدرس الفيزياء والكيمياء الخاص بالطالب واسمه محمد، وده قتله بمساعدة نجار صديقه. قام بقسمه نصين، والمدرس اعترف بارتكاب الواقع وقام بقتل الشاب، وقام بتقسيم الجثمان لنصين عن طريق منشار كهرباء. وكمان المتهم نشر بوست عزاء للقتيل بعد وفاته مباشرة، يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته. القاتل من الظالم الجاحد اللي قلبه حجر مقطعه 3 أجزاء، الراس مفصولة عن باقي الجسد. حسبي الله ونعم الوكيل. وبيقول ايه وهو بيصوره؟ الراس اتقطعت غصب عنه، عشان كده ما كانش يقصد يقتله، وقام بتقطيعه عشان يخفي الجثة. المدرس ده هو اللي قتله، وبيقولوا مراته كان متعاونة معاه عادي جدا. جبروت. ده غير ان في نجار كان مشارك معاهم بشنيور كهرباء عشان يقطعوا الجثة. جبروت مش طبيعي، يقطعوا طفل 15 سنة. وبعد ما قطعوه